رحل رمضان، ولنا مع هذا الرحيل وقفات. الوقفة الأولى: من وفقه الله عز وجل في رمضان وكان من العابدين الصائمين القانتين القائمين، فليحذر من الإعجاب بعمله، وليحذر من الاغترار بإنجازه فيحبط عمله وهو لا يشعر، وحتى لا يتسرب الغرور إلى نفس العابد. قال عليه الصلاة والسلام: لن ينجو أحد منكم بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالتعلق برحمة الله وليس التعلق بالعمل. وحتى لا يتسرب المدخل الشيطاني إلى الإنسان أن يعجب بعمله فيحبط عمله، أمر الله عز وجل عباده بعد العبادات العظيمة بالاستغفار بعد أن يفرغ المصلي من الصلاة، وهي كفارة للذنوب. الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، ومع ذلك يشرع للمصلي بعد كل صلاة أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ينظر إلى تقصيره في الصلاة ويستغفر الله عز وجل من هذا النقص، ولا يجلس معجبا بصلاته. كذلك أمر الله عز وجل بالاستغفار بعد الفراغ من أداء الحج، مع أن من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد من الذنوب كيوم ولدته أمه، ومع ذلك أمر الله عز وجل بعد الفراغ من الوقوف بعرفة والإفاضة من عرفات، أمر الله جل وعلا بالاستغفار، فقال عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، حتى لا يعجب الحاج بحجه وأنه عاد نقيا من الذنوب ليستأنف حياة جديدة مليئة بالمعاصي والسيئات، وإنما ينظر إلى تقصيره في هذا الحج فيستغفر الله كثيرا ويذكر الله جل وعلا كثيرا، كما أمره ربه قائلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الوقفة الثانية: المقصر في رمضان، المضيع لأحكام الصيام، المفرط في رمضان ينبغي أن لا يتسرب اليأس إلى نفسه ولا الإحباط إلى قلبه، فما زال التعويض ممكنا، وما زال باب التوبة مفتوحا، وما زال باب العمل مفتوحا للراغبين. ينبغي لمن قصر في رمضان أن لا ييأس من رحمة الله، لأن الله جل وعلا بشر المقصرين في أي عمل من الأعمال بأن التوبة متاحة وأن بابها مفتوح، فقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيا من قصرت في رمضان، ويا من ضيعت العبادات في رمضان، ويا من فرطت في رمضان، هناك متسع من الوقت لتدارك ما فات من التقصير. أرشد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل إلى ما يعوض به فعل السيئات أو التقصير في الحسنات، فقال له: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. افعل الحسنات بعد أن عملت السيئات، لأن الحسنات تمحو السيئات. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل من العاملين أعمالهم وأن يعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الوقفة الثالثة مع رحيل رمضان: أن العابد ينبغي أن لا يهجر العبادة بعد رمضان، ليحذر من تعلم العبادة وتعلق بالمساجد في رمضان أن يهجرها بعد رمضان، لأن العبادة ليست حصريا في رمضان، وإن عبادة الله عز وجل تكون في سائر الشهور، وهي الغاية من خلقنا. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في سائر الشهور وفي كل ساعات العام، وليس حصريا في رمضان. والله عز وجل قد أرشد رسوله عليه الصلاة والسلام بالاستمرار على العبادة حتى الموت. قال الله جل وعلا له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
ولم يقل له واعبد ربك حتى ينتهي رمضان، وإنما أمره أن يعبد الله حتى يأتيه الموت وهو اليقين الذي لا شك فيه. فالمسلم في رمضان تلقى تجربات، تلقيت تجربات عالية في رمضان على الصيام، تدربت على القيام، تدربت على قراءة القرآن، تدربت على الصدقة والإنفاق. لا تضيع هذه التدريبات هباء، واستثمرها في سائر العام، واحذر من علمنة رمضان. إياك أن تقع في علمنة رمضان. إذا كانت العلمانية فصل الدين عن الحياة، فإن علمنة رمضان أن يفصل رمضان عن سائر الشهور، أن تكون في رمضان في عبادة وبعد رمضان تترك العبادة، أن تعرف الله في رمضان وتنسى الله بعد رمضان، أن تكون مراقبا لله في رمضان وتنسى المراقبة بعد رمضان. هذه علمنة لرمضان، فاحذر أن تكون من أصحابها، واستعن بالله قائلا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال.